يا هلا. النهارده انا جايه احكي لكم قصه خفيفه لطيفه كده هتعجبكم. قصه الرز والبطاطس المدفونه. رز وبطاطس مدفونه. هو انت ايه، غيرتي الكارير بتاعك ولا ايه؟ لا لا، ما غيرتش، متقلقوش. هي قصه حلوه كده، وهتعرفوا في الاخر الرساله اللي عايزه اوصلها منها ان شاء الله. امي يا رب ربنا يديها الصحه، كانت واحنا صغيرين كانت بتعمل لنا اكله حلوه قوي، كنت بحبها جدا انا واخواتي. اسمها رز بطاطس مدفون. الاكله دي الاساس بتاعها البصل يتقطع صغير ويتحمر حلو قوي، يعني يكاد ان هو كده هيتحرق، وبعد كده يتحط بقيه المكونات. فكانت امي بتروح واخده البصل وبعد ما يتحمر وتروح واخداه ضرباه في الخلاط. ليه؟ علشان خاطر اخويا الكبير ما كانش بيحب حته البصل اللي بتبقى في الاكل دي. فكانت بعد ما بتحمره تروح واخداه هيلا في الخلاط وتروح ضرباه حلوه قوي، عشان ايه؟ ما يبانش اي حاجه من حته البصل دي في الاكل. طبعا انا وقتها ما كنتش اعرف القصه دي، انا كنت بشوف امي بتعمل ايه، الخطوات اللي بتعملها في الاكله وبس، معرفش التفاصيل بقى دي. كبرت وبقيت عروسه حلوه كده، ورحت واتجوزت ورحت بيتي وخلفت بناتي وبقيت بعمل لهم الاكله دي. والحقيقه كلنا هنا في البيت بنحبها، انا وجوزي وبناتي. تمام. بعملها بقى بالظبط بالتفاصيل بتاعتها، بنفس تحمير البصل، واخده في الخلاط واروح ضربه. بعدين جيت في يوم من الايام بقى، بعد ما بدأنا مسيرة التنمية الذاتية بقى والكلام الكبير ده، جيت في فترة كده من حياتي بقيت بسأل نفسي على كل حاجة انا بعملها ليه. ومن ضمنها وقعت بقى تحت ايدي وانا بعمل الاكلة دي، ليه بضرب البصل في الخلاط بعد ما بحمره. فرحت رايحة متصلة بأمي وسألتها، فراحت حكيه لي قصة اخويا ان هو مش بيحب البصل وكده، فعشان كده هي كانت بتعملها. فسرحت، فلقيت انه انا وبناتي وجوزي عادي بناكل عادي الحتت البصل اللي في الاكل دي، ما بتضايقناش، عادي بناكلها بنحبها يعني عادي. فاذا انا مش محتاجه اعمل الخطوه دي وشغلانه بقى واخد البصل واضربه في الخلاط ومواعين زياده، واحنا عارفين بقى قصه المواعين بالنسبه للستات عامله ازاي يعني. ففرحت جدا وما صدقت. عادي انا بحب البصل وبناتي وجوزي، خلاص انا مش محتاجه الخطوه دي، انا هلغيها من الخطوات بتاعه الاكل. الشاهد هنا ايه بقى؟ الشاهد هنا هو احنا كام حاجة في حياتنا بنضرب فيها البصل في الخلاط وهو مش محتاج يتضرب. كام حاجة في حياتنا احنا بناخدها بنعملها كده زي ما شفنا اهالينا بيعملوها، من غير ما نسأل نفسنا ليه. لما سألت نفسي ليه، عرفت انه ده كان لسبب، والسبب زال. فطبيعي لما السبب يزول يبقى السلوك نفسه ما يبقاش موجود. فقررت انه من هنا ورايح كل حاجة انا هسأل نفسي ليه. انتوا كمان محتاجين تسألوا نفسكم في كل حاجة انتوا بتعملوها ليه. مش يمكن تلاقوا في حاجات انتوا بتضربوا فيها البصل في الخلاط وهي مش محتاجة تتضرب؟ ممكن تلاقوا ان انتوا تجنبوا نفسكم هري وحاجات كده وشغلانات وحاجات كتيرة كده انتوا في غنى عنها، مش محتاجين ان انتوا تعملوا ده. فالإجابة هنا ليه. نسأل نفسنا ليه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وقصه تكون عجبتكم، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.